إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فإن الله سبحانه وتعالى بين لنا الغاية العظيمة من خلق الإنس والجن، وهي عبادته جل وعلا، فقال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. خلق الخلق لحكمة عظيمة بينها، وهي عبادته سبحانه وتعالى. ثم إنه قدر على هذه الخلائق أقدارا يقدرها ويكتبها كيف يشاء لمن يشاء، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. قال جبريل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. الإيمان بقدر الله بينه النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عباس قائلا له: واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. قال ربنا: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده. أن تؤمن أيها الكريم أنك تحت قضاء الله وقدره، يصنع بك ما يشاء، ولا يظلم ربك أحدا، يفعل بك ما يشاء. والواجب على العبد تجاه قضائه وقدره أمران: إن أصابته سراء شكر، وإن أصابته ضراء صبر. فأما الشكر فلا يكون باللسان فقط، إنما يكون بالعمل. أما اللسان فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: من قال حين يصبح اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر، قال: فقد أدى شكر يومه. ومن قالها حين يمسي فقد أدى شكر ليلته.
وأما العمل فقد قال الله سبحانه وتعالى: اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. إن الشكر يكون بالعمل أيضا، فالمحافظة على الصلاة شكر، والصيام شكر، والصدقة شكر، والإحسان إلى الناس شكر. قام النبي صلى الله عليه وسلم حتى تفطرت قدماه فأشفقت عليه عائشة وقالت: يا رسول الله، تصنع هذا وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. يقوم حتى تتفطر قدماه فتشفق عليه زوجته، تفعل هذا وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فيجيب: يا عائشة، أفلا أكون عبدا شكورا؟ أفلا أكون عبدا شكورا؟ هذا تجاه السراء. وأما ردة فعل العبد تجاه الضراء فأما الشر فليس إلى الله، فليس إلى الله. وما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله يختبر بها عبده ويبتليه ليرى أيجزع أم يصبر. وتعال معي أيها الفاضل الكريم لنقلب أبصارنا في حياة الأنبياء والرسل، وهم خير الناس عند رب الناس. دلني على نبي لم تمسسه الضراء. فأما نوح فقد كذب، وأما إبراهيم فقد ألقي في النار، وأما موسى فقد طورد وقتل وعذب أصحابه، وأما عيسى فقد كذب من اليهود واتهمت أمه بالزنا، وأما محمد وما أدراك ما محمد صلى الله عليه وسلم يذهب إلى الطائف يدعوهم إلى الله بعد أن ضاقت عليه مكة وأهلها آذوه وكذبوه. خرج بدعوته إلى الطائف لعله يجد هناك نصيرا ومؤيدا ومصدقا. وإذا بكبراء أهل الطائف يقول أحدهم له: ألم يجد الله غيرك ليجعله نبيا؟ وأما الآخر فيقول: إنا ننصرك على شرط أن يكون لنا الأمر من بعدك. فيقول: إن الأرض لله يورثها لمن يشاء. وأما الثالث فقال: إن كنت صادقا فأنت أعظم من أن أرد عليك، وإن كنت كاذبا فأنت أهون من أن أرد عليك. وليتهم اكتفوا بما قالوه، بل انظروا لما فعلوه. فلما قفل النبي راجعا صلى الله عليه وسلم أمروا صبيانهم أن يتبعوه بثلاثة صفوف وهم محملون بالحجارة ليرجموه، فتبعوه رجما 3 أميال. وما كانت يد زيد بن حارثة وما كانت يدي زيد بن حارثة الصغيرتين لتقي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد كانت الحجارة تتجاوز يديه إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو يحاول أن يتقي، وهو يحاول أن يقي رسول الله تلك الحجارة. فلا زالوا يرجمون النبي عليه الصلاة والسلام 3 أميال حتى أدموه. يقول زيد:
حتى اخضب نعله بدمه. ما كانت ردة فعله. يأتيه ملك الجبال لأول مرة ينزل فيها إلى الأرض، ومعه جبريل يعرفه عليه فيقول: يا محمد، إن الله قد رأى ما صنع بك قومك. وهذا ملك الجبال أرسله الله إليك تأمره بما تشاء. فقال ملك الجبال: السلام عليك يا رسول الله. قال: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. قال: إن الله قد أرسلني إليك لما رأى من صنيع قومك بك، فوالذي بعثك بالحق نبيا لو أمرتني لأطبقت الأخشبين عليهم فلا ينجو منهم أحد. وإذا به صلى الله عليه وسلم الرؤوف الرحيم يقول: لا لا، عسى الله أن يخرج من أصلابهم أقواما لا يشركون بالله شيئا. والآن اسأل نفسك: نحن خير من النبيين والمرسلين، فلا يصيبنا الله بهذه الدنيا بكدر ولا بضراء ولا ببأساء. اعلم أن من علامات حب الله لعبده أن يبتليه. قال عليه الصلاة والسلام: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. فإن أصابتك الضراء وشكوت من بأساء فاعلم أن الدنيا ليست دار بقاء، إنما هي دار ابتلاء، سريعا ما تغادرها إلى رب الأرض والسماء. اعلم أن الدنيا دار كدر لا دار صفاء، لا دار نقاء. سعادتها لا تدوم كما أن حزنها لا يدوم. لا يفرح فيها الغني بغناه ولا ييأس بها الفقير من فقره. نهايتها قبر، ثم يهال التراب. أين أهل الأموال؟ أين أهل السعادة؟ أين أهل الدنيا التي جمعوها؟ أين هم؟ اذهب إلى المقبرة وانظر إلى الناس كيف دفنوا بها، فأصبحوا من بعد عزتهم ومن بعد أموالهم ومن بعد فنائهم ومن بعد سعة الدنيا عليهم أصبحوا ما أصبحوا. ليتهم أسماء تكتب، إنما هي أرقام، مجرد أرقام. إن القبور ترقم بأرقام، مجرد أرقام. أين الأرصدة في البنوك؟ أين الأموال التي كان صاحب القبر هذا يحفر الصخرة من أجل أن يخرجها؟ أين أصحاب السعة؟ أين أصحاب القبور؟ تذكر هذا تهون عليك كل مصيبة. وكفى بالموت واعظا. وقف علي بن أبي طالب على المقبرة فقال: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. إن سألتم عن أخبارنا من بعدكم. واسمعوا نشرة أخبار يذيعها علي بن أبي طالب على أهل القبور، هي أصدق نشرة أخبار نشرت. إن سألتم عن أخبارنا من بعدكم فأما نساؤكم فقد زوجت
وأما أموالكم فقد قسمت، وأما بيوتكم فقد سكنت، وأما أبناؤكم فقد يتمت. هذا هو الخبر، هذه هي الحقيقة. قالوا أتخاطب أقواما رموا. قال أما والله لو أجابوا لقالوا. قال لهم هذه أخبارنا فما أخباركم؟ أما والله لو أجابوا لقالوا وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. يتبع العبد إلى قبره أهله وماله وأصحابه وعمله، فيرجع الجميع ولا يبقى إلا العمل. سيقال عنك في أول يوم تدفن فيه رحمه الله، وقد يذكرك ابنك في أول يوم تدفن فيه فيدعو الله لك، ثم يحزن عليك أحبابك ل3 أيام فلا عزاء بعد 3، ثم بعد 3 يوعظون بعدم الحزن ولا بد من الصبر، ثم بعد أن تندرس في قبرك ستكون سعيدا جدا إن ذكرك أحد أبنائك يوما بدعوة. قال عليه الصلاة والسلام إن الرجل لا يوسع له في قبره، أو قال لترفع له منزلته وهو في قبره، فيقول ربي بما هذا؟ فيقول هذا بدعاء ولدك لك. أبعد هذا الخبر تحزن لمصيبة؟ يقول عليه الصلاة والسلام من أصيب بمصيبة فليتأسى بي. قيل فليتأسى بمصاب النبي عليه الصلاة والسلام وما لقيه في أيام دعوته، وقيل فليتأسى بفقد النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه ما من مصيبة أصيبت بها هذه الأمة أعظم من فقد نبيها عليه الصلاة والسلام. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كل الناس يوم القيامة يحسب له الأجر حسابا، الحسنة ب10 أمثالها إلا أهل المصائب، فإنه يصب عليهم الأجر صبا بلا حساب، أو كما قال عليه الصلاة والسلام وقال اقرأوا إن شئتم إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. هناك يتمنى أهل الموقف أن لو قرضوا في الدنيا بالمقاريض، أن لو نشروا بالمناشير فصبروا لينالوا الأجر لما يرون من عظيم أجر الصابرين. اسمع، يقول صلى الله عليه وسلم يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار، ولك أن تتصور معي أيها الفاضل الكريم من هو أنعم أهل الدنيا، كم يملك من الدنيا، كم فتحت له الدنيا، لكنه من أهل النار.
تقلب في نعيم الدنيا، قال يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار فيغمس في النار غمسة ثم يخرج فيقال له أو فيقول له الله هل مر بك نعيم قط؟ فيقول لا وعزتك وجلالك ما مر بي نعيم قط. ثم يؤتى بأبأس أهل الدنيا من أهل الجنة، رزقني الله وإياكم الجنة، بأبأس أهل الدنيا. أبأس أهل الدنيا، بائس، معدم، فقير، إن حضر لا يعد، وإن غاب لا يفتقد، لا يعرفه الناس، لا يملك شيئا من حطام الدنيا. كان أهل الصفة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في فقر مدقع، كانوا 80 يزيدون أو ينقصون، لا يجدون شيئا يلبسونه، فيأتون بجلد الخروف، جلكم الله وأعز مقامكم، يأتون بجلد الخروف فيبقرونه من الوسط، فيدخلون رؤوسهم فيما فتحوه منه، ثم يطبقون جانبيه على أجسادهم ويشدون ذلك بحبل، هذا لباسهم. ألم ترى أقواما في زمننا هذا ينامون في علب الكراتين؟ ألم ترى أقوام في زماننا هذا يسكنون في القبور المحفورة التي تنتظر أصحابها، ينامون بها وهم أحياء ليتقوا البرد؟ في زماننا هذا يؤتى يوم القيامة بأبأس أهل الدنيا من أهل الجنة فيغمس في الجنة غمسة. الله يرزقنا وإياكم الجنة. فيغمس في الجنة غمسة ثم يخرج وعليه نعيمها ونظرتها، فيقول له الله أي عبدي هل مر بك بؤس قط؟ فيقول لا وعزتك وجلالك ما مر بي بؤس قط. أين جوعك؟ أين ارتجاف فرائصك وأوصالك بردا لا تجد مأوى؟ أين اشتعال جسدك حرا لا تجد مأوى؟ أين عريك؟ أين ما كنت تشعر به من الهوان والإهانة؟ أين بؤسك؟ أين مرضك؟ أين حزنك؟ وعزتك وجلالك ما مر بي بؤس قط. هذه هي الحقيقة، هذا ما نحن فيه. الدنيا سراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء، إنما تجمع للورثة أيها الكريم، إنما تلبس لتبلي وتأكل لتفني. هذه هي الدنيا. والكيس والسعيد من عمل لما بعد الموت، من عمل لما بعد الموت. البطن تجوع وتشبع، فإذا شبعت نسيت جوعها، وإذا جاعت نسيت شبعها.
والجسد يلبس ويعرى، والحزن لا يدوم، والضحكات لا تدوم. دنيا دار كدر، دار بلاء وفتنة، السعيد بها من خرج منها وقد أعد عدته ليوم القيامة. أخيرا، المسلم يرضى بقضاء الله وقدره، ونرجع إلى ما بدأنا به من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك. احتج موسى على آدم فقال له: لولا أنك أكلت من الشجرة لما أخرجنا من الجنة. قال: يا بني، أتلومني على أمر كتبه الله علي قبل أن يخلق الخلق ب2000 عام؟ أيها الكريم، قابل المصائب بالرضا، بل بما هو أعظم من الرضا، بالشكر. فإن أهل المصائب لهم في مصائبهم 3 درجات، 3 منازل، كلها مرضية، ولكن بعضها خير من بعض. فمطلوب من المسلم وجوبا أن إذا أصابته مصيبة أن يصبر، وأن يقول: إنا لله وإنا إليه راجعون. هذه المنزلة الأولى، فإن كنت بها فحسن، ولكن ألا أدلك على خير من هذا؟ ألا تعلم أن الصابرين بعضهم يرضى وبعضهم لا يرضى ولكنه يصبر؟ ورب صابر قلبه ليس براض عما أصابه. فكن أنت خير من هذا الصابر، واجمع مع صبرك الرضا بما أصابك. ألا أدلك على خير من هذين؟ فرب صابر راض لكنه ليس بشاكر، فكن من الشاكرين. كن من الشاكرين على ما أصابك الله، كن من الشاكرين على ما ابتلاك الله، فإن الله عز وجل ما ابتلاك إلا ليقربك، ما ابتلاك إلا ليرفعك. فإن العبد قد يقصر به عمله واستغفاره وتوبته، والله قد كتب له منزلة قصر عنها عمله، قصر عنها عمله، أي ما استطاع عمله أن يرفعه إليها. فلا زال الله يبتليه ويرقيه، ولا زال الله يبتليه ويرفعه 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 حتى يوصله إلى تلك المنزلة في الجنة التي كتبها له. فثق بالله وارض بقضائه، واعلم أن ما قدره الله لك خير مما ترجو وخير مما تأمل، فإن الله يعلم وأنت لا تعلم، والله بكل شيء عليم. اللهم اجعلنا من الشاكرين، واجعلنا لقضائك من الصابرين. اللهم يا حي يا قيوم، يا واحد يا أحد، يا فرد يا صمد، يا من لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، اغفر لنا في يومنا هذا أجمعين، وهب المسيئين منا للمحسنين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا مصيبة إلا فرجتها، ولا مصيبة إلا فرجتها،
ولا مصيبة إلا فرجتها. اللهم فرج عن أصحاب المصائب مصائبهم، اللهم فرج عن أصحاب الهموم همومهم برحمتك يا أرحم الراحمين، يا من فضله سبق عدله، ويا من رحمته سبقت غضبه. اغفر لنا وتب علينا وارحمنا وعافنا واعف عنا. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم إنا نسألك من كل خير خزائنه بيدك، ونعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم اجعل بلدنا هذا وسائر بلاد المسلمين أمنا وأمانا، سلما وسلاما، سخاء ورخاء. اللهم احفظ لنا ولاة أمورنا وحكامنا وشيوخنا، أرهم اللهم الحق حقا وارزقهم اتباعه، وأرهم اللهم الباطل باطلا وارزقهم اجتنابه، وهيئ لهم اللهم البطانة الصالحة الناصحة، إنك بهم راحم يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين.